سلام سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت نوريكم واحد التشكيله ديال التوابل اللي كاينه في بيم المغرب وبطبيعه الحال مع الاثمنه، وكذلك غادي نذكروا الفرق ما بين الابزار الابيض والاسود. تابعوا معنا حتى الاخير وما تنساوش تخليو لنا لايك وكومونتير. يلا نبداو. اول حاجه عندنا هذا الكمون المطحون اللي فيه 100 غرام والثمن ديالو داير 14 درهم فاصله 50 سنتيم، يعني كتاخدي مطحون بلا ما تحتاجي تعذبي ولا عاد تنقي. ثاني حاجه هو هذا الفلفل الاحمر المطحون، الثمن ديالو 8 دراهم ونص، كيعطي اللون والذوق زوين للصلاصات وحتى الطواجن، راه معروف عندنا. وعندنا عاود هذا الكركم المطحون اولا كيف كنقولوا له الخرقوم، الثمن ديالو 7 دراهم ونص، بطبيعه الحال معروف بهذا اللون الذهبي ديالو ومفيد للصحه. ودابا غادي نهضروا على هذا السكينجبير المطحون اولا الزنجبيل، الثمن ديالو 7 دراهم فاصله 50 سنتيم. معروف هذا السكينجبير بالذوق القوي ديالو، كيدخل بزاف في المأكولات ديالنا المغربيه بحال الطاجين. وهنا عندنا البزار الكحل اللي داير 13 درهم فاصله 95 والبزار الابيض اللي داير 24 درهم فاصله 90. الفرق بيناتهم ان البزار الكحل كيتصاوب من الحبوب ديال الفلفل اللي كيبسوها بلا ما ينقيوها، والطعم ديالو كيكون حار وقوي، عكس الابيض اللي كيجيو من نفس الحبوب ديال الفلفل ولكن كينقيو القشره السوداء وكيبقى غير اللب الداخلي، والمذاق ديالو كيكون خفيف على الاول. واخر منتوج غادي نهضروا عليه هي هاد البودره ديال الثوم اللي من ماركه ايور، كتعاون بزاف في الطبخ وكتعطي واحد النكهه زوينه للاكل، كتعفيكم من تقشير الثوم وكتسهل عليكم الخدمه في الدار، والثمن ديالها 18 درهم فاصله 90 سنتيم. وهنا كانوا بعض انواع التوابل اللي لقيت في بيم وكنظن باثمنه مناسبه، كل وحده فيهم عندها الاستعمال ديالها في الطبخ المغربي. خليونا لي كومونتير ديالكم لتحت ونتلاقاو في الفيديو الجاي. بسلام عليكم.